أسألك يا عبد الله يا من ابتليت بالهموم والغموم والأحزان مع كلام الرحمن سبحانه وتعالى، هل تمسكنا بالقرآن أم أننا هجرناه والله المستعان؟ هجرنا تلاوته، هجرنا تدبره، هجرنا الاستشفاء به، هجرنا العمل به والعياذ بالله. نرى كثيرا من الناس يا عباد الله لا يقرؤون القرآن، لا يستمعون إلى القرآن. كثير من المسلمين لا يتدبرون القرآن، كثير من المسلمين لا يعملون بالقرآن. بالله عليكم عباد الله، كم من الآيات التي نقرأها في كتاب ربنا فيها من الحكم والأحكام ثم لا نتبعها بالعمل. هذا آكل ربا يقرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وما زال يأكل ربا. هذا مغتاب يأكل لحوم الناس يقرأ قول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولا يزال يغتاب الناس. وهذا سارق يقرأ قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ولا زال يحرص على السرقة وأخذ أموال الناس بغير الحق. وهذه متبرجة تقرأ قول الله جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تزال تخرج متبرجة سافرة، وغير هذا كثير عباد الله. أيها المسلمون، إذا كان حالنا هو هذا الحال فكيف نرجو بعد ذلك زوال همومنا وغمومنا وأحزاننا ونحن لا نعتني بكلام ربنا سبحانه وتعالى؟